شوف ابراهيم ضرب دابا جازا مع يمكن مع الكومور. نو ماشي مع الكومور، مع المالي. يمكن كان ماركاها هو اللي كيضرب. كنتو عارفينها نتوما، لو بروميي كيتير لو دوزيام شكون اللي كيضرب. اليوم فوالا زقلها. Je suis pas dans l'habitude Anna de critiquer mes joueurs. زقلها ça fait partie du football malheureusement, surtout في ديك التوقيت. Après, il reste encore une demi-heure. Machine Labo. Pour répondre à la question par rapport à Igamen. Igamen, je pense qu'il s'est fait les ligaments croisés, donc ça n'a rien à voir avec la blessure les Canarendo. Allah Shafi, peut-être que lui, il a perdu 6 mois, le pauvre. Donc voilà, on va être positif, surtout pour Hamza. C'est écrit, c'est comme ça. Maintenant, voilà, un penalty à la dernière minute qui peut t'offrir la Coupe d'Afrique. Bien sûr que Ta'ana et Maghribi Raikoun Mqallaq. Mais ça fait partie du foot, ça fait partie de la cruauté aussi de ce sport. Maintenant, voilà, sans parler de Brahim. Brahim كان ماركاها اليوم سقلها. C'est comme la dernière fois أشرف كان سقلها في كأس أفريقيا وماركاها مع نيجيريا. الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي تقدم وليد الركراكي باستقالته من تدريب المنتخب الأول، وجاء النفي بعد أن ترددت أنباء بين وسائل الإعلام تفيد بتقدم وليد الركراكي باستقالته بشكل مفاجئ. يأتي ذلك بعد ضغوط كبيرة عاشها مدرب أسود الأطلس عقب خسارة نهائي كأس إفريقيا 2025 أمام السنغال بهدف دون رد. وكان الركراكي البالغ من العمر 50 عاما قد تولى تدريب منتخب أسود الأطلس في شهر أغسطس من عام 2022، حيث حقق مع المغرب نتائج ملفتة في كأس العالم فيفا قطر 2022، حين قاد المنتخب لاحتلال المركز الرابع كأفضل نتيجة تاريخيا للمنتخبات العربية في جميع بطولات نسخ المونديال. نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم التقارير الصحفية التي كشفت أن مدرب المنتخب الأول وليد الركراكي قدم استقالته من منصبه اليوم الجمعة. وأفاد الاتحاد المغربي في بيان: تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا ما راج تم ترويجه في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني السيد وليد الركراكي لاستقالته من مهامه. وخسر المغرب مضيف كأس أفريقيا نهائي البطولة أمام السنغال في كانون الثاني شرطة مائلة يناير. ويستعد المغرب للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في أمريكا